قبل ما ابدا الفيديو انا عاوزك تعرف انك هتشوف تحفه فنيه، حاجه كده اقل ما يقال عنها اسطوريه، رسم وتحريك واكشن ودراما، وبصراحه هتروق عليك، يمكن حتى يكون احلى انمي في الموسم ده. المهم انا عاوزك تعرف انك في الاول هتحس ان الجو مش جوك، القصه مختلفه عن اللي انت متعود عليها، بس اوعدك انك هتشوف حاجه ولا في الخيال. وعلشان كده صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تشترك في القناه علشان نقرب اكتر من 3 مليون. ويلا بينا نخش في العظمه على طول. في يوم حماسي وكله فرح وطبول، كان الكل متجمع علشان يشوفوا معركة الأساطير. أيوة، المعركة اللي هتحدد مصير عشيرة لينغ وهتحولها العشيرة من التصنيف الأول. على الشمال بنشوف بطلنا فان، واللي هو معلم العشيرة ديت، مؤسسها كمان وعنده قدرات أسطورية وبيتحكم كده في حوت عملاق ومحدش هيقدر عليه. أما اللي على اليمين ده فهو الشخص اللي هيختبره، هو بيقدر يتحكم في قرد عملاق بطاقة نارية معاكسة للحوت ده. بالفعل بتبدأ المعركة وبيبدأ الجمدان، الاتنين بيهجموا على بعض بقوة جبارة ومحدش مصدق عينيه، ضربات يمين شمال من كل حتة، واللي واقف في المكان بيطير. الميه بعدها بتنزل على الجمهور ومحدش مصدق المتعه اللي عينيهم شايفاها. فان بقى هو كمان بيطير لفوق كده وبيقول ما بدهاش، بيضم ايديه الاتنين جنب بعض وبيضرب ضربه زلزله المكان بالكامل. الفنان القتالي اللي تحت لما بيشوفه ما بيستناهوش يكمل، بيطير عليه وهو في نص الهجوم وبيحاول القرد بتاعه الوحش من النار. الكل بيتفرج على العظمه ومحدش مصدق الشرار. الراجل بيضرب ضربه قويه جدا ناحيه فان، والكل خلاص قال ان دي نهايته، خلاص الطلاب بتوعه وكل اصدقائه مش عارفين ايه اللي هيحصل له. بس تخيل ان حاجه هتحصل له، لا والله، فان بيجمع كل قدراته في حته واحده وبيطور الحوت ده. ايوه، الحوت شكله بيتغير وجسمه بيكبر وبيمتص الهجوم اللي عليه. الراجل ده بيهجم عليه من جديد، بس خلاص الحوت قوته عدت الحديد، بيمتص كل هجماته وبيردوا له الهجوم. واخيرا حانت نهايه المعركه، الاتنين بيجمعوا كل طاقتهم وبيهجموا على بعض بالضربه الاخيره. الطاقه الناتجه منهم ملت المكان بالكامل، الضربه بتخلص وبوم، فان الفايز في القتال. ايوه، الحوت بتاعه هو اللي كسب، واخيرا عشيرته هتعلى من جديد، هيحقق امل اسلافه وهيرجعوا عشيره محترمه. بس فجاه الحوت بتاعه خرج عن السيطره، طاقه مظلمه بتحيط بيه بتدمر كل اللي حواليها، بتغير شكل الحوت وبيبدا يقتل في كل الناس في المدرجات. فان بيحاول يلغي الاستدعاء بتاعه ولكن برضه مش عارف، الحوت كمان اتضاير ناحيته وهوب قتله. ايوه، فان خلاص مات وشرط حياته بيمر قدامه، بيشوف كل حاجه عاشها والعشيره اللي قضى عمره كله بيحاول ينميها، بيشوف كمان اصحابه وهم حواليه وكل الناس اللي ساعدته في طريق وصوله لهنا، بيشوف كمان مشهد لنفسه وهو بيقاتل والحوت بيتحول بعد المعركه بتاعته، بيدمر حلمه قدام عينيه. الكل بيبعد عنه وبيسيبوه وهو قاعد لا حول ليه ولا قوه، عاجز عن الوصول ليهم ومش عارف ايه اللي حصل وصله لكده، بيغمض عينه والتساؤلات ملياه. وخلاص البطل مات، بس بوم، الواد لما بيفتح عينه بيتصدم، ايوه ده لسه ما ماتش وعايش وموجود كمان في الغابه. بيروح علشان يشرب، وهنا كانت المفاجاه، بيلاقي نفسه اتبدل مع شخص تاني ومش عارف ايه اللي بيحصل معاه. الناس كده واقفين في الغابه ولما بيشوفوه على طول بيقبضوا عليه، بيتحبس في الاوضه ديت والتساؤلات مش سايباه وعماله تكتر اكتر واكتر. بيقول انا متاكد اني كسبت في المعركه، بس حد استخدم سحره على الحوت بتاعي علشان يتحول لكده، انا لازم اعرف مين ده وانتقم منه. ايوه، انا لازم احرر نفسي حالا وادور على كل الادله. بيستخدم قوته علشان يطلع الوحش الاسطوري بتاعه ويهرب من المكان، وهوب ده ايه ده، بيخرج له كلب ونبته صغيرين كده، والواد مش مصدق عينه، ده اللي هو فيه وحوش ضعيفه كده. بيشوف قوتهم والكلب ده قوته حمام، والله زي ما قلت لك كده، ده كل اللي عنده. اما النبته ديت فشكلها ممكن تبقى مفيده شويه، ولكن انا مش عارف هي بتعمل ايه. عامه استخبوا انتم دلوقتي علشان الحارس جاي. فعلا الحارس بيجي وبيفك فان وبياخدوا على مكان الزعيمه بتاعتهم. الواد بقى كان فك نفسه اثناء ما كان ماشي ودخل علشان يكلم البنت دي، هو طبعا مش عارف اي حاجه ولا عارف اللي جابه هنا من الاساس، ولكن بيتضح ان صاحب الجسم ده كان حاول يتحرش بالزعيمه ديت وحط لها مخدر في الشاي علشان يعني يروق الاداء، بس طبعا ما عرفش يعمل حاجه. والحراس قفشوه، هي حاليا هتنتقم منه، بتقول له انت مفكر ان بعملتك ديت هموتك وخلاص؟ لا، ده انا هسيبك عندي عبد علشان كل ما ازهق من حاجه اطلع عينيك. الواد بيقول لها وليه الشر يا ستي، ده الطيب احسن يعني. بيتسحب عند الباب وخلاص هيمشي من المكان، بس البنت بتقول له مين قالك تمشي من قدامي؟ بوم، بتطلع الوحش بتاعها وبتهجم عليه. الواد بيطير يتخبط في الارض وبيقول لها مش هسكت لك، بيطلع الاسود بتوعه من وسط الدخان وخلاص هيبدا الجمدان. البنت اول لما بتشوفه ما بتقدرش تمسك نفسها وبتبدا تضحك عليه، ده وحوش اللعبه دول، انت مصدق نفسك ولا ايه؟ الواد طبعا بيموت من الاحراج اللي هو فيه وبيقول لها هتشوفي دلوقتي. البنت فعلا بتهجم عليه بكل غباء، والكلب هو كمان بيهجم على التعبان، كان خلاص هيتمسك، بس بوم، فان بيتحكم في الكلب بكل براعه، بيزود سرعته بيخليه يتفادى هجمات الوحش. والبنت واقفه مش قادره تفهم اللي بيحصل ده، هو مش ده فنج الفاشل؟ ازاي بقى عنده المهارات ديت كلها؟ الواد هو كمان ما بيسكتش على كده وبس، لا ده بيستخدم النبته وبيرجعها لورا، بوم، بيسيبها
انتبه عليها. الضربة كانت جامدة جدا وطيرت التعبان وخلاص النبتة هتكتفه، بس البنت بتزود طاقة الوحش علشان يقدر يضربهم. فعلا بيمسك النبتة وخلاص هياكلها، بس فان بيخلي النبتة تكتفه في المكان وبيطلع الكلب عليهم من فوق. واحلى مسا عليكم يا جدعان. البنت بتتهان للمرة التانية وبتتعصب على الاخر منه، بتفعل كل قوتها علشان تقتله، والتعبان فعلا شكله بيتغير، بيحرق النبتة ديت وبيرميها بعيد. الكلب هو كمان بينضرب، وفان مش عارف يعمل ايه مع البنت ديت، بتهجم عليه بهجوم اخير، بترميه في البركة اللي وراه، خلاص هيموت. الواد بقى كان زعلان جدا وطاقته خلاص بتروح، بس فجأة بيشوف السمكة ديت. ايوه دي نفس نوعية السمكة اللي طورها قبل كده وبقت حوت عملاق، على طول بيطلع من البركة والسمكة واقفة جنبه. البنت لما بتشوفه بتفضل تستهزأ بيه وبتقول له انت مفكر انك هتقدر تسيطر على السمكة ديت وتحاربني بيها؟ ده في احلامك يالا. السمكة ديت زمان ايوه كانت واحدة من اقوى الوحوش، ده حتى كانت بتتحول لحوت، بس في معركة القمة اللي فاتت من سنة الحوت قلب على صاحبه خلص عليه، ومن يومها ما عادش حد بيقدر يخرق قوتها، وقتلوا كل انواع السمك ديت، وتقدر تقول ما عادش غير السمكة ديت في القارة كلها. فان لما بيسمع الكلام بيتصدم لانهم عملوا كده، بيقول لها ما تكتريش في الكلام وهجومي يلا علشان انا جبت اخري. البنت بتستغرب من طريقة كلامه وبتهجم عليه كل غباء وبنية القتل، بس خلاص الواد فاق ومع السمكة اللي هتكسر الدنيا، وبيمسك التعبان من بقه قدام وبيخلي السمكة تشفطه من ورا. البنت كانت واقفة مش مصدقة اللي شايفاه، والسمكة بتشفط التعبان كله في لمح البصر. بعدها البنت بتقع على الارض خسرانة، وفان بيطلع من البحيرة علشان يودعها، بيشكرها على الوجبة الدسمة ديت وبيطلع يجري قبل ما الحراس يجيبوه. الحراس طبعا بيطلعوا يجروا وراه، ولكن على مين؟ ده فان ابن المعلمين، بيهرب منهم بكل سهولة وبيستخدم النبتة كمان. واحلى مسا عليكم يا جدعان. الصبح الحراس بتعتذر من البنت علشان ما يقدروش يمسكوا الواد ده. البنت بقى لما بتسمع الكلام ما بتقدرش تستحمل وبتفضل تشتم فيهم، وده علشان زلها للمرة الرابعة يا صديقي، وابلعي بقى وكفايه عليكي كده. بتفضل تعيط من القهرة اللي هي فيها، بس فجأة اخوها بيوصل على المكان، بيوصل علشان اخته زعلانة وبيقول لها مين اللي عمل فيكي كده. البنت بتحكي له على كل حاجة وبتعرفه كمان ان الواد ده قدر يستخدم سمكة السلور ويمكن كمان يبقى اقوى مني. اخوها بقى بيطمنها وبيقول لها يا ستي ده مستحيل، السمكة ديت محدش يقدر يطلع قوتها غير واحد بس في العالم، ايوه هو فان، واصلا هو مات من سنة. اما العرة اللي اخد السمكة ده فما تقلقيش منه، انا شوية وهخلص لك عليه. تمام. اخته بتقول له تمام، ولكن قلبها مش مطمن. عندها حق يا صديقي، لان الوحش اللي مع السمكة دلوقتي هو نفسه اللي حولها لحوت زمان، بيمشي فيها طاقته بالكامل وبيطلعها علشان ياكد العقد ما بينهم. السمكة فعلا بتسمع كلامه وشكلهم هيخربوا الدنيا. بعدها بقى وتاني يوم فان بيوصل عند المكان ده علشان يجيب حاجة تنقله لمكان الطائفة بتاعته. الراجل اللي واقف بيطلب منه الكلمة السرية وفعلا فان بيقولها له، بس المشكلة ان الراجل مش لاقي اسم عشيرته وسط الكتاب، بيفضل يدور لحد لما فعلا بيلاقيها، والمفروض انها علشان عشيرة من الدرجة التانية. فان ياخد نسرة وسيلة مواصلات سريعة زي ما كان متعود، بس الشخص ده بيقول له للأسف مش هينفع، انت عشيرتك نزلت لحد التصنيف الرابع واخرك تاخد حتة خنزير. الواد فعلا لما بيسمع الكلام ده بيتصدم وبيركب الخنزير وبيتجه بيه بسرعة ناحية العشيرة بتاعته، بيحس ان في حاجة كبيرة هتحصل هناك. وفعلا في الطائفة كان في مجموعة من قطاع الطرق هجموا عليهم علشان يستولوا على المكان ده، ضربوا كل الطلاب وقتلوا وحوشهم وخلاص هيقتلوهم كلهم. بس في الوقت ده صاحب فان بيتدخل وبيقرر يستدعي الوحش بتاعه علشان يخلص عليهم. وحشه كان عبارة عن قطة سريعة وبتضرب كل الوحوش ومش سايبة اي حاجة في طريقها. الراجل ده بقى بيحاول يقتلها باستخدام السحلية ديت، بس ده عندها يلا القطة بتمتلك قدرات تفوق الخيال وبتخلص على كل الوحوش في لمح البصر. بعدها بترجع للملك بتاعها بكل فخر، والواد بيقول لهم حلو الكلام ده، يلا بقى مشوا من هنا بالذوق علشان ما تموتوش زي الوحوش بتاعتكم. العصابة كانت واقفة عاملة نفسها بتسمع الكلام، والواد ده شغال يهزق فيهم وبيتقنعر علشان هزمهم، بس زعيم العصابة ده بيستخدم ايده من ورا وبيوجه هجوم ناحية البنات، كان خلاص هيقتلهم. القطة على طول بتشوف الهجوم وبتجري بسرعة تضربه، بس السحلية من وراها بتظهر بوم بتقتل القطة قدام عينيهم. هارو شاف قطته بتتقتل وما عادش مصدق اللي بيحصل، بيجري عليها علشان يلحقها، ولكن كان خلاص الاوان فات. ايوه القطة اللي بتحميهم خلاص ماتت وما عادوش يعرفوا يعملوا حاجة. فان في الوقت ده كان خلاص قرب على القرية وفعلا بيشوف المشهد ده قدامه، بيشوف العصابة بتضربهم وما حدش قادر يعمل اي حاجة. العصابة هي كمان بتقرب من هارو علشان يقتلوه. البنت دي بتدافع عنه وبتحاول بس تحميه، بس بوم الكلب في المكان. ايوه فان هو كمان وصل وهيكسر العصابة ديت. العصابة فعلا لما بتشوفه بيستغربوا بيسألوا انت مين، امشي من هنا علشان ما تحصلش الموجودين. ولكن تخيل ان فان هيسيب حد يلعب في الطائفة بتاعته؟ لا والله، بوم بيخلي الكلب يهجم عليهم والسحلية بتصد الهجوم على السريع، بيديها الهجوم التاني وبتترمى في المكان. العصابة على طول بتخاف وبيطلعوا كل الوحوش التانية اللي معاهم
علشان يهجموا عليه. الواد بقى كان سهل عليه يخلص عليهم باستخدام السمكه، ولكن ايه اللي يعمل كده قدام اعضاء الطائفه؟ وفعلا طلع بره المكان، خلص على كل الوحوش. الغلابه بيجروا وراه ومفكرينه خلاص مات. المات قال بص يالا انت وهو، اللي هيجي هنا تاني مش هيروح سليم. العصابه طبعا بعد ما شافت قوته استسلموا في الحال وطلعوا يجروا وقعدوا يبرطموا في الكلام. بعدها فان بينزل على البوابه، ولين غاول لما بتشوفه بتجري عليه تشكره. لسه ما كملتش الكلمه وبوم راح الواد حاضنها، قال لها انا فرحان جدا علشان شفتك من جديد. البنت طبعا مش عارفه هو بيعمل كده ليه وبتساله انت مين. فان لسه راح يقول لها، وبوم بيفتكر ان هو اتعرض للقتل مره قبل كده بسبب خاين. بيخاف يدخلها في حواراته وما بيرضاش يقول لها حاجه. بيقول لها معلش فكرتك حد تاني وحضنتك بالغلط. بيدخل بعدها جوه الطائفه ويا لها من حسره، الكل انضرب ووحوشهم ماتت وحتى هارو مش قادر يتحرك. فان بيشوفه وبيفتكر ذكريات الماضي لما اول مره لقى القطه ديت، كان فرحان جدا بيها. بيشوف بعدها نظره الكسره في عينه وبيعرف قد ايه هو في موقف صعب. لينغ على طول بتروح تطمن عليه، بس الواد بيسيبها. بيقول لها انا اسف، انا هخرج بره الطائفه ديت، انا خلاص ما عدتش اقدر استحمل اكتر من كده. لينغ بتحاول تخليه يرجع عن قراره، بتحاول تهديه، بس الواد خلاص فقد الامل. وبيقول لها الطائفه ماتت لما المعلم مات من سنه، احنا مش هنقدر نعمل اي حاجه من غيره، انت كمان لازم تسيب الطائفه ديت. فان بقى لما بيسمع الكلام ده بيتكسر قلبه، حلمه اللي قضى عمره كله بيبنيه بيتهد قدام عينيه. بيحاول يوقف هارو وبيوعده ان هو هيساعده في بناء الطائفه، ولكن خلاص الواد فقد الامل بشكل نهائي وبيخرج من المكان وهو زعلان. كل اعضاء الطائفه بيخرجوا وراه وما عادش غير رينج بس اللي جوه. الكل بيضير وشه للطائفه وبيأدوا طقوس الوداع. فان مش قادر يستحمل، بيقع على الارض يترجاهم يدوله فرصه تانية وهو هيصلح الامور، بس خلاص الكل اتخلى عنه من جديد ومش عارف هيعمل ايه. لحظات حزينه ومؤثره وقصه ولا في الخيال صراحه. استنوا الجزء التاني منها علشان تعرفوا فان هيعمل ايه. المهم تاني يوم كل اللي فاضل في الطائفه بيتجمع ومعاهم طبعا فان. بيقعدوا ياكلوا وهم زعلانين جدا ومش عارفين ايه الخطوه اللي جايه علشان يعملوها. الواد ده بقى على طول بيحط الاكل من ايده وبيقول لهم اللي عدى خلاص فات، احنا دلوقتي لازم نبص للمستقبل ونعين حد يكون القائد علينا. فان بقى كان مفكره يختاره، بس الواد بيروح للينج وبيقول لها ايه رايك يا زعيمه؟ الكل طبعا بيوافق بحكم انها قبلهم كلهم وبيرحبوا بالفكره. بيروحوا بعدها معاها يدولها التحيه، والبنت كانت متوتره وقلقانه في الاول بس بتشجع نفسها وبتقبل المنصب. وايوه انا مش هسيب عشيره لينج تنزل وازعل المعلم بتاعي. بعدها العيال بيروحوا يفكروا على اول حاجه المفروض يعملوها، ولينج بتقول لهم ان بعد المعركه اللي فاتت كل الحيوانات بتاعتنا اتقتلت، ما عادش معانا اي حيوانات سحريه. بتطلع الخريطه ديت وبتقول لهم على الاماكن اللي ممكن يلاقوا فيها اي حاجه. بس بقى تخيل ان فان هيسيبهم يدوروا هنا؟ لا والله، بوم الواد بياخدهم على مكان كده محدش عارفه. بيوصلوا عند الجرف ده وفان بيقول لهم شوفوا كده في حد ورانا ولا ايه؟ العيال بتقول له مفيش من هنا، والواد بينزل بسرعه على التل من هنا. بعدها طبعا بيكونوا قلقانين عليه جدا، ولكن لما بيشوفوه بيطمنوا. بعدها بينزلوا وراه وطبعا الكل بيستغرب علشان فان اصلا عارف المكان ده، ولكن الواد بيتوه عليهم في الكلام وبيقول لهم عنه اي حاجه. بيحكي لهم بعدها عن الوحوش ودرجاتها وان اقل حاجه هي القطه، بعدها النمر ثم الباندا واخيرا التنين. بيعرفهم كمان ان المكان ده نادر نلاقي فيه اي وحوش قويه، وعلشان كده ما تخافوش يعني. بس البنت ديت بتشوف ثعلب صغير كده عنده 3 ديول وبتقول لفان عليه. الواد بقى لما بيشوفه بيتصدم وبيعرف ان في حد في المكان هنا. الحد فعلا بيهجم عليه وفان بيتفادى الهجوم بالعافيه. الواد ده بيقول لهم انتم مين وعرفتم المكان ده ازاي؟ انا مش هرحمكم. العيال وقتها بقى كانوا عارفين ان هم ما فيش معاهم وحوش قويه، وعلشان كده بيمثلوا عليه ان هم يكسروه. الواد فعلا بيقلق والعيال بيزودوها. الواد بيخاف وبيقول لهم خلاص براحتكم بس ما حدش ليه دعوه بيا. بيدخل جوه المكان اكتر والعيال بتجري وراه. بيوصلوا عند زعيم المكان وهو الباندا ده. بيبداوا في المواجهه بكل شراسه، والباندا ما كانش بيهزر، كان عنده قدرات اسطوريه وبيقدر يعمل وهم وبيخليهم يعيشوا فيه. العيال بتفضل تحارب فيه بكل قوتها، ولكن الباندا ده كان جامد ومش قادرين يعملوا معاه اي حاجه، وعلشان كده فان بيستدعي الكلب بتاعه وبيقول له يهجم عليه. الكلب ما كانش بيتاثر بالوهم اللي عمله الباندا، وعلشان كده ما فهمش الكلام. الكلب فضل قاعد مستنيهم يضربوا في بعض اكتر، ولما استوعب اللي بيحصل راح من ورا الباندا وبوم ضربه. ايوه فاز عليه في القتال. محدش طبعا كان مصدق عينيه، والواد ده بقى على طول بيستخدم الحبل وبيكتف الوحش. بعدها بيجري ياخده منهم وبيخلع من المكان. العيال بتحاول تجري وراه ولكن الواد خلاص هرب وفلق من المكان. بعدها العيال بيزعلوا جدا وما بيكونوش عارفين هيعملوا ايه. في نفس الوقت ده كان الواد اللي سرق الباندا دخل على المكان هنا، راح لرئيس الحراس يانج اللي هو خاطف الحيوان بتاعه التاني، وكان وعده ان هو لو اصطاد حيوان بداله هيرجع له الثعلب بتاعه. بالفعل جم بيعرفوا ان هو خلاص وفى العقد والمفروض يرجع له الثعلب
الطلب بتاعه. يانج بيضحك عليه كده وبيقول له تمام زي ما اتفقنا هديلك اللي انت عاوزه، وبيدخل حاجه كده في الظل بتاعه. الواد يا عيني زي العبيط بيجري على الوحش بتاعه ولسه رايح يفكه، بوم الثعلب التاني بينضرب معاه. الجنود بتهجم من كل اتجاه وجوم مش عارف ايه اللي بيحصل هنا. بيزعق يانغ علشان يحوش الجنود بتوعه، بس انت ما تعرفش انت بتكلم مين ولا ايه. ده يانغ زعيم الحراميه في المنطقه، بيخلي الحراس يهجموا عليه من كل اتجاه، والواد كان مسيطر عليهم في الاول ومحدش قادر يقرب منه. في الوقت ده بقى يانج بيطرقع صابعه وعينك ما تشوف الا النور. الوحش بتاعه بيطلع من ظل جون وهي واحده بس بتجيبه تحت رجليه. اعرف مقامك يا فلاح انت. الصبح بقى العيال ما بيكونوش عارفين هيعملوا ايه، وبيقرروا ياخدوا اي وسيله مواصلات ويدوروا على وحوش في حته تانية. بس الراجل ده بيعرفهم ان الخنزير اللي حيلتهم اتاخد امبارح، واللي خدوا بقى ما رجعوهوش لحد دلوقتي. فان بيعرف ان الكلام عليه وبيقول لهم خلاص عندنا الحوار ده، معايا شويه فلوس تعالوا نشتري بيها وحوش من السوق. العيال فعلا بتروح معاه ولينج بتختار الفراشه ديت، سعرها كان عالي والبياع مزود في السعر عليهم. جيون بقى بتمسكه تفاصل معاه وبتخليه يديها لهم ببلاش حرفيا. الواد ده هو كمان بيختار وحش كده والدنيا اخر روقان. بيخلصوا ماشي في السوق وبيكونوا بقى خلاص مروحين، بس فجاه البياع ده بينده عليهم وبيستهزأ بيهم علشان هم من عشيره لينغ. العيال طبعا بتتعصب، بس فجاه بيشوفوا الباندا في المكان. ايوه بيشوفوا كمان الثعلبين بتوع جون وما بيكونوش عارفين هو ايه اللي حصل. البياع ده بقى بيقول لهم يمشوا يلا علشان ما يصدعوش اكتر من كده، بس الواد ده بيعمل عليه خدعه وبيخليه يفكر ان الباندا هرب منه. الراجل بيفتح البوكس يدور عليه وهي واحده بس بتنسيه هو مين. بيفرحوا بعدها اخيرا ان الباندا خلاص اتحرر، وجيون بتتقدم عليه علشان تخليه الوحش بتاعها. الباندا كان رافض في الاول بس بسبب اصرار البنت وعزيمتها بيضطر ان هو يوافق. البنت فعلا بتعمل العقد معاه وبيكون الحيوان التابع ليها. بيفكوا بعدها الوحوش بتاعت جون ومحدش عارف هو ايه اللي حصل له، بس الوحوش بتعرفهم باللي حصل وانه عمل معاهم كده امبارح غصب عنه. هو حاليا محتجز عند يانغ وبيطلبوا منهم المساعده علشان يطلعوه. العيال طبعا عارفين ان حالتهم دلوقتي زي الهباب وهم اللي محتاجين المساعده اساسا، وعلشان كده بيرجعوا لمكان الطائفه يفكروا هيعملوا ايه. فان بقى لما بيشوفهم في الحاله ديت بيدي اللينج رساله وبيقول لها انا لقيت عليها اسمك. البنت اول لما بتشوف الخط ده بتعرفه، ايوه دي رساله من فان رئيس الطائفه. على طول بتقراها وبتلاقيها دلاله على مكان موجود في الغابه. بتروح على هناك وبيلاقوا الشنطه ديت في رساله كده موجوده فوقها، ولينج بتبدا تقراها. البنت مش مصدقه عينيها وعماله تعيط. بتتاكد انها بالنسبه للمعلم ما كانتش طالبه عنده بس، دي كانت بالنسبه له زي بنته اكتر كمان. فان بيقول لها انا عارف حاليا اني هكون ميت وانت بتقراي الرساله، يمكن كمان احوال الطائفه تكون وصلت الحضيض، بس انت الوحيده اللي هتقدري ترجعيها زي الاول. ايوه انت اللي هتقدري تخليها اقوى طائفه في العالم وتحققي الحلم اللي انا ما عرفتش احققه. سبتلك في الصندوق ده شويه حبوب للطاقه هتساعدك في بناء قوتك. انا عارف انها مش حاجه قدام المصاعب اللي هتقابلك، بس حبيت اكون الكلمه اللي هتبداي بيها السطر بتاعك. وبعدها بتخلص الرساله. البنت طبعا بعد ما بتقراها ما بتقدرش تمسك نفسها وبتنهمر في البكاء، وشكلها كده عرفت هتعمل ايه. المهم لحد هنا بيخلص الجزء الاول من الانمي بتاعنا. لو عاوز الجزء الثاني اكتبوا لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك يا عم. ويلا سلام سلام سلام.